مساء الخير عليكم. معاكم سارة وحيد من مطبخ سارة وحيد. النهاردة هنعمل مع بعض خبز ماكل عربي. المقادير اللي هنحتاجها للعجينة بتاعة الخبز: 1 كوب دقيق منخول، 1 معلقة كبيرة لبن بودرة، معلقة صغيرة خميرة، رشة ملح، رشة بيكنج باودر، نص معلقة كبيرة حبة بركة، معلقة صغيرة سكر، 2 معلقة كبيرة زيت، نص كوباية مية دافية. تعالوا مع بعض نعمل العجينة. في كوباية كبيرة هحط عندي نص كوباية المية الدافية، واحط عليها السكر، واحط عليها الخميرة الفورية، واقلب كويس جدا لحد ما الخميرة والسكر يدوبوا، واسيبهم 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. في الطبق اللي هعجن فيه هجيب عندي نص كوباية دقيق، واحط عليها اللبن البودرة، واحط عليها البيكنج باودر، وابتدي انخلهم كويس جدا، واتأكد ان مفيش اي دقيق ملكلك فيه، واحط كمان رشة ملح، واحط عندي كمان معلقة حبة البركة، وابتدي اقلب المكونات مع بعض، وانزل عليهم كمان بالخميرة بتاعتي بعد ما اتفعلت بالشكل ده، وابتدي اعجن عندي العجينة بطراطيف صوابعي. وبعد كده اضيف عندي نص كوباية الدقيق التانية، انخلها كده فوق العجينة بتاعتي، وابتدي اعجن كويس. وانزل عندي بمعلقتين الزيت، واعجن واشوفها لو محتاجة مني دقيق تاني طبعا هزود لها دقيق تاني على حسب نوع الدقيق. انا احتاجت عندي ربع كوباية دقيق تانية، حطيت لها ربع كوباية الدقيق ونخلتهم برضو عليها، محطهمش كده، وابتدي اعجن حوالي 10 دقايق فيها لحد ما اوصل لعجينة يبقى شكلها كده وتبقى عاملة زي الاستك، ما تبقاش بتتقطع مني. هلمها واحطها عندي في طبق واغطيها واحطها في مكان دافي حوالي ساعة لحد ما تخمر كويس جدا. دي شكل العجينة بتاعتي بعد ما خمرت. هفردها عندي على سطح مرشوش دقيق على شكل اسطوانة بالشكل ده، وابتدي اقطعها عندي على 7 حتت بالشكل ده، وابتدي اقطع كل حتة قطعتها على 2. بعد كده ابتدي افرد عندي كل قطعة، وابتدي اكورها على شكل كورة او رغيف بالشكل ده، واحطها عندي في طبق. هعمل طبعا كل الكمية بالشكل ده، واسيبها كمان نص ساعة تاني في مكان دافي لحد ما تخمر. اهو بصوا العجينة عندي خمرت تاني. اغطيها كده عشان متنشفش مني، وابتدي احط دقيق وافرد كورة منهم على السطح، واحاول افردها على شكل دائري علشان تبقى عاملة عندي شكل رغيف بالشكل ده. في طاسة بقى عندي تبقى سخنة معلهاش اي مادة دهنية، وتبقى النار متوسطة، ابتدي اقلبها لحد ما الوش الاولاني يحمر بالشكل ده، وابتدي الفها على الوش التاني لحد ما تبتدي تحمر بالشكل ده. كده عندي العيش استوى. هشيله احطه في طبق واغطيه بفوطه علشان اطرافه متنشفش مني ويتكسر، لان انا محتاجاه يبقى طري. هنعمل طبعا عندنا كل الكميه بالشكل ده. نيجي بقى بعد كده نعمل الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا عباره عن كريسبي تشيكن. هنجيب نص كيلو صدور دجاج، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه كبيره كاتشب، ومعلقه كبيره مستردة، ومعلقه كبيره خل. ادي عندي نص صدور الدجاج. ابتدي اقطع عندي الصدور شرايح بالشكل ده، اهو اقطع دي كمان على حتتين. دي بقى عندي التتبيله جاهزه. في طبق هحط عندي خل، واحط الملح، وهحط الفلفل الاسود،
واحط الثوم البودرة والبصل البودرة ننزلهم كده. احط معلقة المستردة ومعلقة الكاتشب، واقلب الخليط عندي لحد ما المكونات كلها تمتزج والتوابل كلها تدوب عندي في المستردة والخل والكاتشب، وانزل عليهم بالصدور كلها اللي احنا قطعناها طولي، واتاكد ان كل الصدور اخدت التتبيله، واغطيها واسيبها ساعتين في التلاجة علشان الصدور تاخد تتبيله ويبقى طعمها حلو. عايزه اقول لكم ريحه التوابل فظيعه تحفه جدا. تعالوا بقى نجهز اللي هنغطي بيه. هحط عندي كوبايه كورن فليكس، واحط عليهم دوريتوس اللي هو الاوريجينال، مش اللي هو بطعم الفلفل الحار او بالاطعمه التانية، وابتدي افرمهم عندي في الهاند بلندر او في الكبه بتاعتي لحد ما نوصل ان هما يبقوا خشنين بالشكل ده، ما يبقوش ناعمين قوي، وانزلهم عندي في الطبق. احط عليهم بقى بقسماط كريسبي، احط عليهم برضو بقسماط كريسبي تاني بس حار شويه. بعد كده احط بقسماط ناعم، رشه ملح، كمان احط لهم حته فلفل صغيره علشان اضمن ان هي تبقى طعمها حلو جدا، واقلب كده المكونات بتاعتي عشان تمتزج. في طبق تاني اجيب البيضه، وهجيب كمان ربع كوبايه لبن، واقلبهم كويس، واحط عليهم كمان تاني معلقتين دقيق واقلب. احط رشه الملح، واحط كمان فلفل اسود، واقلبهم كويس جدا لحد ما الدقيق يدوب كويس في البيض. دي عندي الفراخ بعد ما قعدت ساعتين في التلاجة، ولو قعدت اكتر هتدي طبعا طعم اكتر احلى. هنحط بعد كده الفراخ عندي في البيض بالدقيق باللبن، وابتدي انزله عندي على خليط البقسماط والكورن فليكس والدوريتوس اللي انا حطيتهم بالشكل كده، وابتدي اغلف الصدور بتاعه الفراخ بالشكل ده بالخليط الكريسبي اللي انا عملته، واحطهم في طبق لحد ما اخلص الكميه كلها، واحطها في الديب فريزر من نص ساعه لساعه علشان الصدور تبتدي تجمد، وكمان البقسماط يمسك عليهم كويس وتبقى عندي كريسبي. انزل بيهم على زيت سخن جدا، واول ما احطهم ابتدي اوطي النار عندي علشان الصدور تستوي اهو بالشكل ده، وابتدي اقلبهم لحد ما يتحمروا يبقى لونهم ذهبي زي ما احنا شايفين كده، واطلعهم. طبعا الصدور دي ممكن نستخدمها في سندوتشات تانية، في اي حاجة تانية. دي طريقة للفراخ الكريسبي ممكن نعملها. دي نقطعها كده على مكعبات صغيرة، بصوا شكلها من جوه مستوي ازاي ومقرمشة من بره. دي بقى عندي طماطميتين مقطعاهم شرايح، خس مقطعاه شرايح، ومايونيز. تعالوا بقى عندنا نكون السندوتش بتاع الماك. بصوا شايفين العيش طري ازاي عشان انا غطيته. احط بقى عندي كده اول رغيف، واحط عليه مايونيز، ادهنه مايونيز. بعد كده احط الخس او الكابوتشي، اي طبعا حاجة متوفرة عندك، واحط قطع الفراخ الكريسبي بتاعتنا اللي عملناها شكلها تحفة. ورش عليهم رشة مايونيز كده، واقفل الرغيف بالشكل ده. بصوا شكله تحفة. تعالوا نعمل واحد تاني، نحط كده عليه مايونيز، نحط الخاص بتاعنا او الكابوتشي، نحط كمان طماطم بقى المرة دي، نحط عندنا الصدور بتاعة الفراخ اللي عملناها الكريسبي، نقفلها كويس جدا بالشكل ده.
وده شكلها بعد ما خلصناها وحشينا كل الكمية اللي عندنا. بصوا شكلها تحفة وطعمها حلو جدا. لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة. بون ابيتي.